امال انت صارف دم قلبك ليه؟ سؤال: تنصح بالويندوز المعدل؟ اكيد 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 لا. ليه يا حاج عمر عايز تقنعني ان استبعد الويندوز اللي متشال منه كل البرامج والملفات اللي ملهاش لازمه واللي بيديني اداء يومي قوي واستهلاك قليل جدا لموارد الجهاز، وان انا اروح انزل ويندوز رسمي اللي هو عكس كل ده تماما؟ مش معنى ان الويندوز المعدل هيديك اداء سلس وسريع واستهلاك قليل للموارد وممكن تاخد اداء احسن في بعض الالعاب يبقى هو احسن خيار او هو الافضل. ركز بقى في الحته الجايه دي. اهو اغلب البرامج والملفات اللي انت بتقول عليها ملهاش اي 30 لازمه دي هي ليها لازمه، ولازمه كبيره جدا بالنسبه للنظام، لان هي بتكون مسؤوله عن امان واستقرار وثبات النظام اثناء المهام اليوميه. وعشان كده بعض النسخ المعدله اللي معموله تحت بير السلم بتكون مليانه بالبجز والمشاكل اللي مش بتتحل. وعلى سيره حل المشاكل، التحديثات في بعض النسخ المعدله بعض التحديثات ما بتوصلش الا بعد وقت او حتى ما بتوصلش اصلا، بسبب ان الويندوز بيكون محروق وطالع عينه. ولو انت صارف دم قلبك في تجميعه وعايز ان انت بقى تاخد اداء قوي، ايه اللي يخليك تروح تجيب ويندوز معدل؟ ايه اللي يخليك تسيب الويندوز الرسمي اللي هو داعم لتقنيات ومميزات للاجيال الحديثه عشان تديك اداء احسن مع الالعاب والمونتاج والمهام اليوميه وغيره، تروح تنزل ويندوز معدل وما تستفدش بالاداء الكامل لجهازك؟ امال انت صارف دم قلبك ليه؟ زائد انك عايز تقنعني ان انت في الاصل مآمن لشركة مايكروسوفت على جهازك ومعلوماتك وبياناتك وكل الحاجات دي عشان تآمن لمطور مجهول وتفتح له الباب لجهازك وتقول له خش يا باشا من المنطقة اللي انت عايزها. هتيجي تقول لي طب انا بياناتي مش مهمة عندي. اكيد هيهمك الاداء، حتى يا سيدي لو جهازك ابو كرتونه ما تنزلش عليه اصلا الويندوز المعدل، علشان التحديثات على الاقل عشان تحل لك اي مشاكل موجوده في النظام. ويا سيدي لو عايز اداء قوي من جهازك الضعيف فانت ممكن تخفف الويندوز بنفسك. ولكن لو عايز تعرف ده ازاي فاعمل فولو عشان تشوف الجزء التاني.